لكم أن تتصورون كيف أن الله جل جلاله حمد نفسه العلية على إنزال هذا القرآن، فقال الله جل جلاله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وبين سبحانه وتعالى أن هذا القرآن فيه ألوان الهدايات، فحينما تفتش عن الهداية ففتش عنها في كتاب الله جل جلاله، فيقول الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبين سبحانه وتعالى في 4 مواضع من كتاب الله من سر هذا القرآن ولماذا أنزل الله هذا القرآن. فقال الله جل جلاله في الموضع الأول: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في الموضع الثاني: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال في الموضع الثالث: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.